انا النهارده ما دخلتش المحاضره بسبب الصبح وانا نازله لقيت بنوته صغيره almost 10 سنين واقفه في جنب، عماله بتعيط جدا ومنهاره. سبت اللي في ايدي ورحت لها، حاولت افهم منها هي قاعده عامله كده ليه او ايه اللي حصل او كده. لقيتها قاعده منهاره جدا وبتعيط، مش عارفه السبب. بعدها بشويه لقيتها بتشاور لي على البنطلون بتاعها ولقيت عليه دم. طبعا فهمت هي بتعيط ليه. حاولت ان انا افهم منها هي دي اول مرة او ايه نظرتها عن الموضوع بشكل عام. لقيت ان هي فعلا اول مرة وان هي فاكرة ان دي تعويرة وان هي كده مجروحة. طبعا فهمتها الموضوع ورحنا جبنا اللازم وكل الكلام ده وبعدين روحت. بس طول ما انا رايحة للكلية وانا في دماغي سؤال واحد، يعني هو ليه الناس ما بتكلمش بناتها عن الموضوع ده؟ يعني هي البيريد عيب قوي لدرجة ان الناس ما تكلمش ولادها عنها وان هي تتعرض لموقف زي ده ما تبقاش عارفة تتصرف فيه ازاي او ايه اللي يحصل؟ انا عارفه ومقتنعه جدا ان في تابوهات كتير جدا في المجتمع والناس لسه ما تخطناهاش، مع ان احنا داخلين على 2025 اصلا. يعني انا متفهمه كل ده، بس يعني دي حاجه يعني مش تابوه اصلا. يعني دي حاجه جزء من الطبيعه، ربنا خلقها كده عشان الاستمراريه. لولا كده اصلا ما كناش هنبقى جايين ومش هيبقى في اجيال بعدنا ومش هيبقى في نسل اصلا. فانا بصراحه يعني عندي تحفظ كبير جدا وعندي سؤال كبير جدا ومتعصبه جدا بسبب الموضوع ده. ليه مش بنكلم بناتنا عن ده؟ وفي النهاية اللي أنا عايزة أقوله مهم جدا التوعية في البيوت، ومهم جدا الكلام مع الأولاد، ومهم جدا ودي مش حاجة عيب ولا هنفتح عينيهم ولا كده عينيهم هتتفتح وكده هيعرفوا المعلومات مننا أحسن ما يعرفوها من بره. و100% احنا مش هنقول لأولادنا معلومة غلط يعني. أتمنى الفيديو بتاعي يكون وصل الرسالة، ويمكن ربنا وقع قدامي البنوتة دي عشان أعمل فيديو، عشان الرسالة دي ممكن توصل لكذا حد. أنا مش عارفة، بس في النهاية انا يعني اتمنى ان احنا بعد 2-3 ما يبقاش فيه مشاكل من النوعيه دي، لان مشاكل العالم الثالث دي يعني حاجه بشعه جدا. يعني دي حاجه المفروض نكون اتخطيناها من زمان جدا. الناس بره بيعملوا حاجات وماشيين وفي تطور تكنولوجي رهيب، واحنا هنا لسه بنتكلم ازاي اصلا الناس ما اتكلموش بناتهم عن البيريد او بيعلموهم.